اليوم بدنا نحكي عن شخصية موزونة محترمة إلها قيمتها بالمجتمع. كلامها إذا بدها تحكي وحي يوحى، إذا كحت إذا عطست تعطس حكم. نعم، إنها المحجبة المحتشمة المحترمة لمدة جمعة بس، لأن هي جمعة بتكون محتشمة ومحترمة وجمعة بتكون شر. أنجي خوري. طبعا قبل ما نغوص بالاتهامات الأخيرة يلي قدمتها أنجي خوري ضد الشامي، لازم نعرف من أنجي خوري هي بالأول. أنجي خوري هي البنت الفتاة المحترمة يلي تتشابه جينات عقلها مع جينات عقل جوري. بالنسبة للكندر، بالنسبة للمخ اللي قاعد هون، يتشابهون كثيرا. اخلع حجاب البس حجاب، اخلع حجاب البس حجاب، اخلع حجاب البس حجاب. فاهم علي؟ يعني ببساطة أنجي خوري الاثنين، أنجي خوري الثلاثاء، أنجي خوري الأربعاء، أنجي خوري الخميس، أنجي خوري الجمعة، أنجي خوري السبت. أما بالنسبة لنهار الأحد متروك هيك حسب النفسية. يعني نفسيتها سيئة تخلع الحجاب، نفسيتها جيدة تتحمل الحجاب بتلبسه. مش طبيعي كيف بيقلبوا يا الله. ليك لما تشوف واحد فلتان على الآخر فجأة صار اكستريم ملتزم، اعرف انه كذاب. ما بديش احط بذمتي، بس عشان ما احط بذمتي غالبا كذاب، مش رح احطها 100%. يعني انا دائما بشوف البنات الغير محجبه لما تصير محجبه بتصير محجبه مش دغري بتلبس عباية وخلاص انا صرت الاكستريم محجبه، بتصير تلبس هيك حبي حبي. يعني اول شيء بيكون مبين شوي شعرها، بتكون عم تحط مكياج، بترجع بعدين بتتخلص من المكياج، بعدين بتصير تغطي شعرها كليا كامل هيك، يعني حبي حبي. هذا الحجاب اللي بقصد فيه حجاب برو ماكس. اما لما تشوف انسان بايع الدنيا بيشرب بيره وويسكي بدل المي، فجأة بيوم وليلة تحول حجابي سر سعادتي، صافي القلب نقي ذاكر لله، اعرف انه كذاب منافق امام الكاميرا فقط لا غير. جماعة ولو معنا تجارب، نحن عنا تجارب. من طريق إلى الله رب السنا والشروق. الله الخشوع. ما شاء الله تبارك الرحمن بدون حسد. من هو هذا الملاك اللي قدامي؟ صف علي. يا زلمه ما شاء الله ما شاء الله، شو هالشخصيه ولك دودي كحبتي بسلائن. يعني لك بصراحة صح دودي، يعني لأنه هالجسم الخزي، لأنه هالجمال الواو، يعني إنه كله عادي. المخلوقة قد بعمر أمي، يعني كبيرة بالعمر، أكيد مش رح نطلع على وحدة بعمر أمنا، بس إنه ناجحة المخلوقة بشي واحد. دودي من كثر ما إنها فخمة بالشعر عندها مصطلحات ومعاجم لا تنتهي، يعني بتطلع لك بالشعر من تحت الأرض تنصدم فيها، لدرجة إني أنا شكيت إنها كانت معلمة من قبل أيام الخوالي لما كانت مخلوقة محترمة ما كانتش تطلع على التيك توك. الدليل على كلامي اسمعوا لي بس، شوفوا لي بيوت الشعر ورا بعض. مين فات على الحمام ما كب مي، ما كب مي، ما كب مي. دودي فاتت على الحمام وكبت مي، كبت مي، كبت مي. ليش؟ ريحتها عطر وورد، عطر وورد. مش صحيح يا دودي، انت ما كبيتيش مي لما فتي على الحمام. لو كنت كابي مي كنت انت اختفيتي معاهم. عكل خلينا بأنجي خوري. أنجي خوري اللي ما بيعرف حطت نفس اللوم على قدها من نابلسي. فأنجي خوري سنة 2022 أيام المونديال والأيام الحلوة هاي قررت إنها تتزوج مغني. حابة تتزوج مغني مثل قدها من نابلسي، مسخسخة عليه، بدها تتزوج من تحت الأرض. بالعادة الشاب هو اللي بيتقدم للبنت، لا هون أنجي خوري من كتر ما انها رخيص، من كتر ما إلها قيمة بالمجتمع قدمت نفسها لقدها من نابلسي. مين؟ المغني اللي تاب. كلنا بنعرف المغني الشهير قدها من نابلسي اللي تاب هو أردني. بدل ما يحمل الميكروفون ويطلع يغني صار يفوت على الجامع ويحمل الميكروفون ويقرأ قرآن. فالزلمة كتير تغير، حرفيا ترك الأغاني ولحد هلأ بعده تاركها. يعني بالعادة المغنيين لما يتركوا المجال هذا بيرجعوا له بعد فترة لأن بيكونوش ماخذين هذا القرار عن وعي 100%، ولكن أدهم لما حكيها كان ماخذها قرار 100%، قرار صائب. فأنت يا أنجي بين هالمغنيين كلياتهم على هالأرض ما لقيتي إلا أدهم من نابلسي التائب يروح يتزوج وحدة مثلك؟ برو من وقتها عرفت وشكيت إنه عقلك بوشي، عقلك مش طبيعي. يعني وحدة مثلك يا أنجي حابة تتزوج حدا مغني، يعني أنت يا أنجي بدك تتزوج حدا بيغني، تزوجي لك على الأقل حد بعده بيغني، مش واحد راح يتوب. يعني إذا تيجي لعندي أنا بنصحك نصيحة بسيطة، مخرب الترندات هو الجواب. بعده لحد الآن الشاب بيغني والصوت نشاذ اللي بيعجبك واغانيه كلها حلوه فرفوشيه بتفرفش بتخليك ترقص انت ما بدك ترقص. شوفي يعني شوفي هذا الدليل قدام عيونك. يا وردي يا وردي يا وردي في البستان يا مسك يا. شفت كيف اغانيه حلوه؟ لا وشوف شو حكت. حجاب وبلبس خمار
وبروح بصلي. بدها تلبس خمار وتروح تصلي وبدها تتوب بحال انت يا ادهم النابلسي تزوجتني. يعني ما في حل غير هيك، ما بتتوبش. يعني ما بيعني لها شيء اسمه استغفر الله، ما بيعني لها الله اذا ما تزوجتهاش يا ادهم النابلسي. اذا تزوجتها الله بيعني لها. يعني من الاخر هيك هي ما لهاش مصلحة مع الله اذا ما تزوجتها. وما بدي تليفون حتى، بس يتجوزني. يقبرني ما اجمله. ادهم تقبل تتجوزني؟ بتعرف اذا ادهم النابلسي يتجوز؟ ادهم النابلسي اذا بس طلع منه هيك لحظة قرار، مش قرار كامل، لحظة قرار، يعني هيك شيء ببرهن انه حاطط عينه عليك، توبته معش كلياتنا مش حنآمن فيها لتوبته. انسى. انجي انت عم تروحي عند حدا تايب من المعاصي. ما انت كبتولة معاصي، انت كتلة من المعاصي، بدك تروحي عند حدا عم بيتوب من المعاصي. كيف ظابطة معك؟ ما بيعرف اخر شيء انجي خوري لبست رجعت الحجاب. هي مش اخر شيء، هي قبل اخر شيء، لان اخر شيء رجعت خلعت الحجاب وبلشت تقول انه الشامي حامل من محملها بتوأم. لا 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 جد كارثة اللي حكيته هون. بيعطيكم فكرة قديش انه في انفصام وانفصال عن الواقع. انا الله اكبرني ونزل علي وشفته لله. والله انا شفته نعم، وكان معي رفيقي على التليفون وفرجيته المهدي بنور الله. صدقتك 100%. تقولي لي مواصفات سيدنا المهدي اللي انت قابلتيه؟ نور، رح فرجيك هلا كمان لما نزل علي سيدنا محمد. نور، انا جاي لوصل لكم رساله. انا اختباري بهاي الدنيا انا لكون سمعان بآية ياسين القرآن الحكيم. هاي الآية عني انا. هلا هو كل حدا عم بخرف، راح نام عقله المخرف، فرجيه هيك شوية ضوء فلاش لايت، صار بيعتبرها انه هذا خلاص الله نبي. انه صرت سامع كذا قصة هيك انه بيشوفوا ضوء قوي جدا، هذا الضوء بيربطوه انه هذا اله او انه هذا النبي او هذا النور الساطع. يعني عمر انت عقلك عم بخرف بس هيك مش اكتر. يعني انت هالقد خرفانة بالحياة الواقعية، بدكش تكوني خرفانة بالمنام. ياسين والقرآن الحكيم عنه؟ نعم، ورح تعرف عن قريب. ياسين والقرآن الحكيم عنها لأنجي. خذ لك نظراتها يا الله. الخلاصة بعد ما حكت انه القرآن الحكيم وسورة ياسين منزل الآية عنها، لكيف رجعت تحولت. عم فكر كبر الفيديو لأن حرفيا المخلوقة شبه عاري، يعني لابسة مايو. نحن انا وياك كنا متجوزين بالسر. تزوجها سرا واستغلها. اتهامات انجي خوري تصدم جمهور الشامي. جماعة اسمحوا لي فيها كبرت الصورة هالقد عشان المخلوقة شبه عاري مثل ما قلت لكم. انا كنت حامل بتوأم منه، وانتوا شفتوا بطني. وهو اللي خلاني اني اتحجب، وهو اللي قال لي انه ما تحكي لحدا، ممنوع حدا يعرف من السوشيال ميديا. بس هو مهددني، اذا قايل لي اذا بتطلع على السوشيال ميديا بتجيبي اسمي بتحكي بسيرتي انا رح احبسك. فاذا انا انحبست، اذا صار لي شيء معه حق يحبسك. جماعة اذا انحبست المخلوقة بيكون الشامي حبسها فعلا، ولكن لاسباب اخرى كليا. تشهير، المخلوقة عم تشهر فيه. شو انت زاني فيي وانت متزوجني سر وجايب توأم؟ انجي خوري حبيبتي هدول غازات، نامي شوي على بطنك بيظهروا لمدة نص ساعة، خلاص بتنفس بطنك. مش كل شيء بدك تحطيها على المغني الشامي، كل ما تشوفي لك مغني شوي صاعد بدك تلزقيها فيه. شفتي ادهم النابلسي عم بيتوب، يلا لحتى فوت معه اكسب لي شوية مشاهدات. اصلا صرت شك انها هي عم تحاول تجيب مشاهدات، صرت اعتبرها انه لا هي عن جد هيك خرفانة. يعني الفكرة انه هي عندها شيء براسها غريب. اذا خطبتني او صار لي شيء بكون بسبب فنان الشامي. انا عم خبركم من هلا، اذا صار لي شيء بيكون بسبب فنان الشامي، لانه مهدده من طريقه، عن طريقه. تخريف مش طبيعي، هاي كابوس المغنيين والله العظيم. تخيل انت ماشي بامان الله هيك على رواق، فجأة حدا بيقول لك انت زوجي بالسر، انت ابو اولادي اللي ببطني، بتحطها فيك هيك. يعني لو العالم ما بتعرف من هي انجي خوري وما بتعرف انه هي جد بنت مخرفة عقلها مش معها، في تخريف مش طبيعي، كانت العالم امنت بالحكي هذا. واذا الشامي كاين بحب له شي وحده، حبيبته رح تنصدم من هالاخبار، اقل شي رح ينتزع نهارها على هالحكي. فمن الاخر من هلا بقول لكم اياها، اذا شفتوها لانجي خوري بالحبس
بس اعرفوا انه بس تم رفع قضية تشهير عليها، لانه المخلوقة ما معها عقلها بالمرة مش معها. هي يمكن عارفة حالها رح تنسجن، فعشان هيك قالت انه اذا انسجنت هيدا الحق على الشامي، عشان الشامي عم بيحاول يسكتني، جاي تعمل لي فيها الماتريكس، جاي تعمل لي فيها اندرو تيت. اذا انحبست، اذا صار شيء اعرفوا انا على حق. لا يا عمري، انت على باطل ورح يصرك شيء لانك على باطل. بس هيك حبينا نعلق على التخريف، تخريف مش طبيعي يا زلمه. تصبحون على خير.